دكتور روان فاطمي، طبيب في مشفى كوفيد-19 في مدينة الحسكة. لاحظنا منذ حوالي 20 يوم وما بعدها من خلال 15 آذار إلى الآن ازدياد كبير وملحوظ في إصابات كوفيد-19. الإصابات الآن أصبحت أكثر انتشار وأكثر شدة بالنسبة للكهول كما لاحظناها بالنسبة للموجات السابقة، ولكن ما لاحظناه الآن الإصابة تكون أكثر شدة بالنسبة للأعمار الشابة ما بين 25 إلى 40 سنة، إصابات شديدة مع وجود آثار عصبية. بالنسبة للمرضى لاحظنا الآن إقبال الشديد بأعداد متزايدة بالنسبة للموجات السابقة، نظرا لما قد تحدث عنه مرضانا السابقين وما شاهدوه من حسن الرعاية والاهتمام وما قدمنا لهم من رعاية طبية. الآن الإصابات أصبحت أكثر ازديادا ولم نشاهدها سابقا من خلال الموجات السابقة. الآن نقوم برعاية المرضى من خلال تقديم الأكسجين لهم بشكل مستمر وتقديم الأدوية لهم دواء حسب بروتوكولات الصحة العالمية وما تقدمه لنا الصحة العالمية من بروتوكولات في علاج ورعاية مرضى كوفيد-19.